تحس الإنجليزي مسوي لك كابوس؟ كمل الفيديو للآخر. الإنجليزي سوالك مشكلة من دخولك المدرسة إلين الجامعة، يعني 16 سنة وما تعلمت إنجليزي. طيب ليش؟ هذا بسبب الطريقة الغلط اللي كانوا يقولوها في المدرسة. احفظ كلمات منفردة وذاكر قواعد، وإيش النتيجة؟ برضو ما تتكلم إنجليزي. تعرف إيش الطريقة الصح عشان تتكلم إنجليزي؟ إنك ما تركز في البداية على حفظ كلمات منفردة ولا حتى إنك تذاكر قواعد. الطريقة الصح إنك تحفظ جمل ثابتة وكاملة وتستخدمها كل يوم، زيك زي المتحدث الأصلي اللي تحس إنه يقول الجمل بسهولة بدون ما يفكر. ليش؟ لأنه حافظ جمل مو يكون جمل. أقولها مرة تانية، حافظ جمل مو قاعد يكون جمل. خليني أقول لك مثال. جملة زي Everybody likes coffee، الجميع يحب القهوة. لو أنت جيت تفكر فيها حتفكر في كلمة الجميع، يا ترى حقول everybody ولا everyone؟ طيب وكلمة يحب حتستخدم like ولا love؟ ومعاهم حتستخدم s ولا ed ولا ing؟ بس أنت قلتها كده مرة واحدة وبسهولة، Everybody likes coffee، جملة ثابتة كاملة من أول مرة. خليني كمان أقول لك مثال تاني. لو تبغى تقول لأحد خد راحتك كأنه بيتك، حتفكر تستخدم home ولا house، وكمان كأنه كيف حترجمها؟ تبدأ تجمع كلمة من هنا وكلمة من هناك، وغالباً الجملة حتطلع مرة بطيئة وغلط، وكمان القواعد حقتها غلط. لكن لو قلت لك في جملة تعبر عن كده make yourself at home، استخدمها مرة واحدة وبدون ما تفكر. شفت كيف صارت سهلة؟ بالمناسبة ليش هذه الطريقة سهلة وناجحة؟ لأنه ببساطة اللي قال عن هذه الطريقة هم أشهر ناس يتكلموا أكثر من لغة على مستوى العالم، واسمهم polyglots، وهم ناس يتكلموا 6 و7 لغات، وفي منهم اللي وصل إنه يتكلم 15 لغة. البوليغلوتس قالوا لك علشان تقدر ببساطة تتكلم أي لغة طبق نفس طريقتهم، احفظ جمل كاملة وثابتة، وانسى إنك تذاكر كلمات منفردة أو حتى قواعد. طيب فين حلاقي هذه الجمل؟ وهذا اللي بقدمه ليك في مجموعة كتاب أهم 5000 جملة حتحتاجهم في الإنجليزي. هنا حتلاقي أكثر من 5000 جملة و40 محادثة بتغطي أكثر من 300 موضوع. مو أي مواضيع مرة مهمة، تقريباً ما في محادثة تخلو منها، وانت في الجامعة، في الدوام، في المطعم أو مسافر، كلها حتلاقيها موجودة في الكتاب. كمان في جزء مخصوص عن البزنس إنجليش، حوالي 140 صفحة، جمل ومحادثات عن الميتينجز، كيف تكتب إيميل، والتفاوض، وكيف تسوي بريزنتيشن، والكلام مع المدير، والانترفيو وغيرها. وعشان تقول هذه الجمل صح حتلاقي كل الجمل مسجلة بأكسنت أمريكي 100% بصوت متحدث أمريكي. هذا بالنسبة لأهم مواضيع في اللغة. لكن في جزء تاني مخصوص لو تبغى تطور اللغة حقتك from A to Z وتكون مرة محترف. هذا الجزء عبارة عن ماتيريال 10 جيجا. إيش حتلاقي فيها؟ كورس محادثات، وكورس تعلم النطق، وكمان مواقع عشان تمارس اللغة مع أجانب بشكل مباشر. حيجيك مع الماتيريال خطة مذاكرة، إيش تذاكر كل يوم بيوم، وكيف تذاكره، ومدة المذاكرة اللي تحتاجها، يعني ما حتتعب، بس كل اللي مطلوب تطبق. وأخيراً 6 كتيبات حيوصلوك هدية مع الكتاب، مهم جداً تقرأهم قبل المذاكرة، لأن هذه الكتيبات حتساعدك كيف تتعلم اللغة بطريقة صحيحة، لأنه هذه الكتيبات فيها خلاصة أساليب تعلم اللغات بطريقة البوليغلوتس. وكمان هذه 4 كتيبات مو بس حيفيدوك في اللغة، ولكن كمان في حياتك الشخصية والعملية. كتاب ذاكرة ضد النسيان، هذا الكتاب حيعلمك كيف ما تنسى أي حاجة ذكرتها. كتيب انترفيو بلا أخطاء، كيف تجتاز أي مقابلة عمل من أول مرة وبنجاح. كتيب عمل لا أعذار، هذا الكتاب مرة مهم، حيعلمك وينقلك من مرحلة التأجيل إلى مرحلة الإنجاز. وأخيراً كتيب واللي أعتقد أنه كمان مرة مهم، 51 قانون في التفاوض، حيعلمك كيف تكسب أي عملية تفاوض أنت تبغاها. ابدأ دحين بأعظم استثمار في نفسك، واطلب الباكج توصلك إلين البيت.